عمرك سألت نفسك ليه كل مرة بتقول لنفسك فيها المرة دي مختلفة بتلاقي نفسك في نفس العلاقة، نفس الإحساس، نفس الخوف، نفس النهاية؟ ليه دايما بيشدك نفس النوع من الناس مع ان انت عارف ان هم مش مناسبين ليك؟ وليه بتكرر نفس الأخطاء كأنك ما اتعلمتش؟ يمكن المشكلة مش في الناس اللي قابلتهم، يمكن تكون في القصة اللي اتكتبت جواك من بدري وانت بس بتعيد تمثيلها من غير ما تاخد بالك. عامل ايه يا صديقي؟ انت مش شايف ان كفاية كده؟ كفاية علاقات مقرفة واختيارات غلط، كفاية ضغط بقى، اصل كل حاجة حوالينا بتضغط علينا، تقوم حتى العلاقة العاطفية اللي انت بتختار فيها الشخص المناسب او اللي انت فاكره مناسب دي كمان تضغط عليك. لا لا لا، انا مش هسمح لك صديقي، انا قررت اساعدك. انا بس عايزك ترجع معايا لورا، ولا مش قصدي اول علاقة اتخزوقت فيها، انا قصدي علاقة اقدم بكتير، علاقتك بأهلك. على حسب الدراسات الأهالي في الأغلب بيتقسموا لكذا نوع. عندك أول نوع الأهالي المزاجية، ودول بقى بيشجعوا ابنهم يوم واليوم التاني يقلبوا عليه وما يبقاش عاجبهم أي حاجة من تصرفاته، وزعيق وإهانة وساعات كمان ضرب. وفي بقى نوع تاني، ودول بقى الأهالي اللي عايزين المثالية، ودول بقى مش بيرضوا بالتصرفات العادية ولا النتائج العادية، مش عاجبهم العجب من الآخر، وطول الوقت حاطين الطفل في حالة من الاجتهاد الدائم علشان بس يرضيهم. النوع بقى اللي بعد كده هم الأهالي السلبيين، دول بقى غير مهتمين تماما بالتربية، الطفل بقى يعمل اللي هو عايزه، يروح يجي يصاحب مين يلعب مع مين مش مهم. نوع تحسه كده ما كانش عايز يخلف أصلا، تحسهم ما بيحبوش عيالهم، علاقتهم بعيالهم هي عبارة عن أوامر وبس، تحس إن هم عايزين يربوا علشان تأنيب الضمير مش أكتر، أو عشان ده اللي لازم يتعمل من وجهة نظرهم، اللي هو خلاص خلفته هعمل إيه هرميه يعني. أنا مش عايزك تستغرب وتقولي هو معقول في أهالي ممكن يبقوا كده؟ عادي جدا، ده في أهالي بيبقى عندهم نوعين أو أكتر من الاضطرابات دي. طب تخيل معايا يا صديقي، دول هيربوا ازاي؟ وابنهم ده لما يكبر هيبقى عامل ازاي؟ هيختار شريك حياته ازاي؟ وهيربي ابنه ازاي؟ الطفل بيتأثر جدا بنوع التربية اللي بيتعرض ليها، وأيا يكن نوع التربية أو شخصية الأهل فده بقى بيأثر بشكل أو بآخر في اختيارهم لشريك حياته. عندك مثلا التربية المتساهلة أو المهملة، وده بقى نوع يا صديقي الأهل ما بيبقاش في عندهم أي مسؤولية، زي مثلا المسؤوليات البسيطة، إن الأم تاخد بالها من نفسها وهي حامل وتطمن على صحة الجنين وما تعملش حاجة تضره. وحتى في المراحل اللي بعد كده الأهل بيبقوا مهملين جدا في تربية ابنهم في السنين الأولى، وده بينتج عنه في الغالب طفل غير سوي، وساعات بيكون عنده مشاكل في النمو، لأن الأهل في الأساس ما كانوش مهتمين بنجاحه أو بتقدمه، وما كانوش بيقدموا أي دعم حتى في المهمات البسيطة في الطفولة، زي إنه مثلا يحفظ جدول الضرب أو يكسب أي مسابقة في المدرسة. وده في الأغلب بيطلع شاب أو بنت ثقتهم في نفسهم قليلة، وهيقع نفسيا قدام أي تحدي صعب عليه حياته، وغالبا بيصاب بالاكتئاب في فترة المراهقة. وهنا هتلاقي ان اختيارات الشخص ده العاطفية مستحيل تكون سوية. الاشخاص اللي اتربوا في بيئة مهملة صديقي هيميلوا ان هم يختاروا شريك حياتهم بناء على اساليب غير امنة، زي مثلا ان هم بيدوروا على شريك حياة يهملهم بنفس الطريقة اللي تم اهمالهم بها في الطفولة، لان دي بالنسبة لهم هي المنطقة الامنة أو اللي اتعودوا عليها. أو ممكن يعملوا العكس تماما، يبالغوا في طلب الأمان ويكون عندهم تعلق شديد، وده عشان يعوضوا النقص العاطفي اللي عاشوا فيه. وفي شوية منهم هيكون عندهم خوف من الالتزام أساسا، ومش عايزين يرتبطوا لمجرد بس إن هم خايفين من تكرار تجربة الأذى أو الإهمال. وفي شوية تانيين هيبقى عندهم جوع عاطفي، بيختاروا أي حد والسلام، وده بقى بيؤدي في الغالب إلى فشل العلاقة، يا إما بانسحاب شريكهم نتيجة استنزافه عاطفيا ونفسيا، يا إما انسحاب الشخص نفسه بسبب إن الشخص اللي معاه ما عادش عنده حاجة يقدمها له. عندك بقى نوع تاني اللي هي التربية الصارمة أو الاستبدادية، وفي النوع ده الأهل بيحطوا قواعد ومش بيسامحوا في تعديها أبدا. الحياة في البيت بتبقى عاملة زي الشغل، والأهل هم عبارة عن مدير
مفيش ما بينهم وما بين الطفل أي تواصل عاطفي، مستني النتائج وبس. وحتى بعد النتائج دي مستوى الدعم العاطفي اللي بيقدمه بيبقى قليل جدا مقارنة بلستة التوقعات. التربية دي بينتج عنها في الأغلب شخص ملتزم، متفوق دراسيا أو معقول، ناجح في الأغلب في بيئة العمل، مش بيميل إن هو يعمل أي مشاكل. لكن ما ننساش هنا إن الأساس مسموم وجذوره ضعيفة، فلما هيلاقي فرصة للتمرد مش هيتراجع، ومبادئه هتكون هشة جدا، وهيكون عايز يعمل أي حاجة عكس اللي اتربى عليها. تخيل معايا كده الشخص ده كبر وبيدور على شريك حياة، زي النوع اللي قبله ممكن تلاقيه بيدور على المألوف، بنت بتدور على راجل شديد يعيشها نفس التجربة القاسية اللي كانت بتعيشها في بيت أهلها. وممكن برضه تلاقي راجل عايز بنت جديدة تأمره وتمشي على مزاجها. بنشوف أمثلة من دي كتير، وتبقى قاعد مستغرب هو ليه بيعمل في نفسه كده؟ فهمت ليه بقى؟ هو مش عايز يخرج عن اللي اتعود عليه مش اكتر. وممكن بقى يحصل العكس تماما، الشخص يختار حد يحتويه ويكون صبور عشان يعوض النقص العاطفي اللي عنده، لكن هيكون عنده حاجة شديدة انه يحس دايما انه مقبول وتصرفاته مقبولة من الشخص اللي معاه، وإلا هيفضل عايش خايف طول الوقت. النوع ده بقى بيفضل قلقان طول العلاقة وحاسس انه مش كفاية، وقلقه ده هو بيكون سبب فشل العلاقة للأسف. في نوع تاني بقى من الأهالي، دول رايقين جدا، عارفين بقى النوعين اللي فاتوا دول وقرروا ان هم ما يمشوش عليهم، وألفوا بقى نوع تالت، وهو التربية المتسامحة اللطيفة. في النوع ده من التربية الأهل بيشوفوا الطفل عايز إيه ويعملوه، وبيحاولوا ما يزعلوش الطفل أبدا. مفيش قواعد، القاعدة الوحيدة إن العيال ما يزعلوش من حاجة وما يبقوش محتاجين أي حاجة. التربية دي بتجيب أشخاص مبسوطين ومرتاحين لحد ما يطلعوا بره البيت ويكتشفوا إن الناس في الشارع مش زي بابا وماما، محدش مهتم باللي أنت عايزه، والمدير في الشغل مش هيديك الأجازة اللي أنت طلبتها، ولو ما خلصتش اللي عليك محدش هيطبطب عليك حضنك ويقعد يقول لك ما تقلقش هنلحق الشهر الجاي. لا، انت هيتخصم لك وهتتهزق وساعات ممكن تترفد. ولما بيتصدموا بقى بالواقع ده بيتخلق عندهم حالة من الاتنين، يا اما بيوحشهم الرفاهية اللي اتربوا فيها فبيروحوا يدوروا على شريك حياة يفضل يشكر فيهم بس، بيقدم بس، شريك ما عندوش اي متطلبات، مستعد يكمل معاك مهما غلطت في حقه او قصرت معاه. طب هي دي علاقة صحية؟ طيب. او هيكرهوا تربية أهلهم خالص ويعلقوا فشلهم عليها، وهيدوروا على شريك حياة عكس أهلهم بالظبط، يكون صارم ومتسلط، شخص مش بيرضى مهما قدم ودايما مش عاجبه تصرفاته. ودي برضو مش علاقة صحية يا صديقي. بص، أنا مش جاي هنا علشان أحكم على حد، أنا بس جاي أفهمك يا صديقي، جاي أوعيك علشان أنت تهمني. أنا عايزك تكون إنسان أحسن، عشان هي دي الطريقة الوحيدة اللي هتربي بيها طفل أحسن. أنت لازم تكون واعي باللي حصل معاك وده وصلك لإيه دلوقتي، وتكون معترف بيه علشان ما تغلطش نفس غلطات التربية دي. هتربي طفل غير سوي يكبر يبقى شاب غير سوي، يدخل في علاقة غير سوية والدايرة تكمل. العالم عموما بدأ يفهم ان التربية المتساهلة او التربية الصارمة الاتنين مش كويسين، لكن دي فيها مميزات ودي فيها مميزات، وان الصح ان احنا نعمل ميكس ما بينهم. تكون مشجع لاولادك، ولو في ايدك تعمل لهم اللي هم عايزينه اعمله، لكن في نفس الوقت يكون في حدود وفي قواعد. في اوقات رفض عادي، وزي ما هنسمع الطفل ونهتم بوجهة نظره لازم نيجي عليه لما يسوق فيها، او لما تكون وجهة نظره دي هتوديه في 60 داهية. للأسف مشاكل الطفولة هتفضل مأثرة فينا طول حياتنا، لأن الطفل اللي طفولته كانت خالية من الحنان لأن أهله كانوا قاسيين أو حتى مهملين هيواجه صعوبة في إنه يفهم مشاعره أو يوجهها صح، وطول الوقت هيبقى حاسس إن الدنيا مش تمام، أو إنه مش كفاية، أو إن العلاقة اللي هو فيها دي مش كفاية، وهيبوظ حياته بإيده. في النهاية إحنا مش بنختار شريك حياتنا من فراغ أو من لحظة إعجاب، اختياراتنا غالبا بيحركها جزء قديم جوانا، طفل صغير لسه بيدور على الأمان أو بيحاول يصلح حاجة ما اكتملتش زمان. التربية مش بس بتعلمنا الصح والغلط، لكنها بتكتب أول تعريف للحب في حياتنا، إزاي ندي وإزاي نستقبل، إمتى نخاف وإمتى نقرب. وعشان كده أوقات بنلاقي نفسنا بنعيد نفس الحكايات ونفس الألم، كأننا بنحاول نكتب نهاية مختلفة لقصة قديمة. لكن الوعي هو البداية الحقيقية للتغيير. لما نفهم نفسنا ونعرف جذور مشاعرنا ساعتها بس نقدر نختار بوعي مش بدافع الجروح. اختيار شريك الحياة مش محتاج بس قلب بيحب، ده كمان بيحتاج عقل بيفهم ونفس بتقدر تتعافى. يمكن احنا ما اخترناش طفولتنا، بس نقدر نختار ازاي نكمل حياتنا. ونقطة النهاية دايما
ممكن تبقى بداية جديدة. لو الحلقة دي ساعدتك انك تفسر حاجة انت ما كنتش فاهم هي بتحصل ليه، اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وقول لي في الكومنتات ايه المشكلة اللي كانت بتواجهك في اختياراتك وما كنتش فاهم تفسيرها. كان معاكم محمد فرج، اشوفكم في حلقة جديدة.